عاشور وطاهر وإبراهيم. 3 إصابات حصاد الأهلي من رحلة كأس العالم للأندية. خسر فريق الأهلي بقيادة الأسباني خوسيه فيرو جهود 3 لاعبين من فريقه بانتهاء منافسات كأس العالم للأندية بسبب الإصابة، وذلك قبل الاستعداد لمنافسات الموسم الجديد. وتعرض الثلاثي إمام عاشور وطاهر محمد طاهر وياسر إبراهيم لإصابات مختلفة طوال مباريات الأهلي بالمونديال، حيث تعرض إمام عاشور للإصابة بقصر في الكتف خلال مباراة إنتر ميامي في افتتاح مونديال الأندية، وخضع لإجراء عملية جراحية في أحد المستشفيات بأمريكا، ومن المقرر أن يغيب فترة تتراوح لشهرين. فيما تعرض طاهر محمد طاهر للإصابة بشد في العضلة الأمامية في التدريبات التي سبقت مباراة بالميراس البرازيلي، وشارك في لقاء إنتر ميامي الأمريكي فقط. فيما تعرض ياسر إبراهيم للإصابة بشد في العضلة الضمة ليغيب عن مباراة بورتو البرتغالي بعدما شارك في مباراتي بالميراس وإنتر ميامي. أحضر الأهلي انتصار تاريخيا أمام بورتو البرتغالي في ختام دور المجموعات بكأس العالم للأندية بعد سلسلة من الفرص المهدرة، واختتم الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بالتعادل أمام بورتو البرتغالي ب4 أهداف لكل منهما. وتقدم الأهلي في 4 مناسبات قبل أن يدرك بورتو التعادل في كل منهم، وأنهى الأهلي دور المجموعات بنقطتين في المركز الرابع بعد تعادلين ضد كل من انتر ميامي وبورتو، بالإضافة للخسارة أمام بالميراس البرازيلي. وسجل وسام أبو علي 3 أهداف هاتريك بجانب هدف رائع من محمد بن رمضان.